بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الإخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. الموضوع ديال اليوم اللي سولني على سيلندر اش فرنسا مع السواقم ورسول. الموضوع الثاني اللي سولني على الرسول ديال الكسيراتور، واش يتباع بوحدو ولا مع البوانية. الموضوع الثالث اللي سولني الموتور تيسخن تيتبدل ليه الصوت ديالو. الموضوع الأخير نهضرو على البلاطو 103 الأوريجينال، المشاكل اللي مخصهاش تكون فيه وكيفاش تحافظ عليه. المهم اللي سولني على الموضوع ديال بياس غازيل 103، المهم تنهضر عليه في فيديو اخر لان الفيديو تنديرو شويه معطل بالليل. سمحونا الا كان الصوت شويه ناقص، راه على حساب شويه الليل. المهم ما نطولوش، نبداو على بركه الله بالموضوع اللي شويه ساهل. هو الرسول ديال الكسيراتور. هذا الرسول هذا ديال الكسيراتور هو بوحدو ما تيتباعش، ولكن قدر شي واحد يبيعو لك، يقدر، او قديم او هو تيتباع مع هادي. المهم تيدير واحد الخمسطاش درهم هادي كاملة بالرسول ديالها مع الرسول. هي كانت واحد الوقت دير 5 دراهم، دابا حاليا ما بين 15 20 على حساب هاد الغلا اللي كاين دابا. و تاني قضية، الا مشيتي مثلا دبرتي على الرسول وبغيتي تركبو، خاصك تشوف هادي اللي عندك كيفاش دايرة، واش مقطعة او ما مقطعاش. هادي مخصهاش تكون مقطعة من هنا او متقوبة، لان تغرق فيها البياسة اللي تشد الكابل ديال الكسيراتور. تاني حاجة، الا شريتي هادي جديدة برسولها بكلشي ليها، ماشي اجي وركبها، خاصك تشوف هاد البياسة هادي اللي عندك هنايا باش تشد الكابل ديال الكسيراتور، هي خاصها تبدل جديدة. ما تركبش القديمة مع الجديدة، حيت هادي تتسيركيلي هنا. الا درتيها قديمة دغيا تقطع هاد البلاصة هادي، تولي تلصق لك الكسيراتور، تولي واحد المدة، واحد الشهر ولا شهر ونص تقطع عادي. من الأحسن تبدل هادي تا هي، تدير واحد 7 دراهم أو 8 دراهم. المهم كانت تدير هادي واحد الوقت تنشريها ب3 دراهم، دابا ما نعرفش 7، ما بين 7 8 حتى ل10. تبدلها ب3 بيهم هادو والرسوم، لا بدلتي هادي. وثاني حاجة تركب هنايا دير لاكريز ضروري هنا، لأنه شتي يمشي تبقى الدور، واش مشيت الدور خاصها ضروري لاكريز هنايا. وهنا شي شوية لاكريز على وداش، لأن داك الفيس اللي تيشد الكسيراتور البوانية باش ما تخرجش، باش يبقى يسيركيلي هنايا. اما الا زيرتيه بزاف راه واخا الروسور ما ترجع لك الكسيراتور، لما زيرتي الفيس هنايا. خصك دير شوية لاكريز باش داك الفيس ما يكوانسيش هنايا، باش ما يكوانسيش الكسيراتور في هاد البلاصة. المهم تنظن هاد الموضوع هذا باين. ندوزو للموضوع اللي من موراه. سولنا على السيلندر ديال اش فرنسا، تيكون معاهم رسوم. تنظن بحال هاد الرسول هذا، ربما عنده بحال هاد الرسول هذا. المهم هاد الرسول ما تيكونش في ما تيكونش في السيلندرات اللي كاينين هنا في تركيا، ما تيكونوش فيهم هاد الرسولات هادو. شي حاجه جايه من برا تيكونوا فيها هادو، او ديال السكوترات تيكونوا فيهم تا هما هادو. هادو واش يتباعوا ما تيتباعوش الله اعلم. المهم دابا نسول عليهم، هذا احسن من الطيبلو. انا عندي وما مركبوش، انا خديته من بيستون ديال السكوتر. آه المهم نكملو. هذا مثلا السيلندر جاي من برا جديد، ما تركبش مع هادو، ما تركبش مع هذا الرسول هذا. هذا نهضروا فين يركب هذا الرسول هذا. تتركب السواقم عاديين، تتزيت هذاك الشيء مزيان، وتتكون اصلا الزيت في الموتور مقوي شويه ديال الزيت، والزيت نقيه ماشي زيت اي زيت تكبها.
زيت عاديه ما خداماش، تخسر لك غير الموتور. اول حاجه تقدر تكون تجرح لك السيلندر مع تكون في داك التبريد ديالها، في اللوجوجه ديالها تكون ناقصه، هي خفيفه ناقصه. كاين اللي تكون خفيفه ولكن اللوجوجه ديالها في العافيه متى تسخن تطلق اللوجوجه، وكاين اللي تكون خفيفه تحط تلاح على الموتور مع سخون صافي تدوب. يعني السيلندر والبيستون تيتحكم مع بعضياتو بحال تشوف السيلندر اخر تولي مخسر السيلندر. هاد الرسول هذا ما تيركب الا عياو السواقم، حسيتها بالموتور شويه نقص، حيت داك السواقم ديال داك السيلندر تقدر ما تلقاهمش، قلالين شويه في السوق، كاينين ولكن قليلين هاد ماشي متداولين بحال السواقم العاديه الاخرين تلقاهم موجودين. هادوك تتشد من تيموت في السواقم تحس الموتور نقص واحد شويه، تتركب هاد الرسول هذا تتركبو في هاد البلاصه هادي، ماشي في التحتانيه، هنا في الفوقانيه تجيبو بحال السواقم ثاني مع بحال تركب السواقم، ماشي تدورو لجهه اخرى ولا تجيبو مع هاد اللاكس ديال مع اللاكس ديال الساقمه. وهنا الفوق على وداش على ود الضغط تيدفع هو الساقمه، تيولي دافع. انا نوريكم الشكل ديالو كي معوج باش الموتور تيرجع يسوفلي عاوتاني. ها الشكل ديالو كيفاش داير، هو راه معوج للقدام يعني تيبقى دافع السواقم هذا تيدفع الساقمه احسن من الطيفلو، والعبار ديالو مقاد في العبار ديالو، ماشي بحال الطيفلو تتبقى دير تما الطيفلو. الطيفلو تيجي بلا خاصك تعمر. وثاني حاجه في السيلندر جديد، شحال من واحد تيدير دابا مثلا في سيلندر جديد واخدو جديد تيدير ليه الطيفلو، تيبقى يعمر الطيفلو هنا مزيان حق على ود البريسيو، تيولي الموتور سيلندر جديد. شنو تيوقع ليه هنا السيلندر اما يشكل لك الموتور تيتعطل في الروداج مع دابا تياخد سيلندر جديد، تيخشي الطيفلو تيخشي البيستون ديالو اوريجينال في السيلندر بلا سواقم تيبان ليه البيستون خفيف، تيقول هذا راه ناقص، هو راه ما هو هكاك ما ناقص ما والو. تدير ليه الطيفلو تيوسع السيلندر من الفوق، ولا وسع السيلندر من الفوق السيلندر ما تتبقاش ساويه ما تتموتش، تولي البيستون تيطلع من التحت مزير تيوصل للفوق تيمشي هكاك. لا خصو السيلندر يطلع كامل كالبيستون من التحت كي الفوق باش يكون الموتور ديما مسوفلي وتيري. اما الا كان واسع من الفوق راه البريسيو غادا تخرج تولي تكثر الطيفلو عاوتاني، والسيلندر واخا تبدل ليه بيستون ما تيخدمش لك، لان واخا تبدل ليه شحال ما درتي ليه لان السيلندر ديفورما من الفوق. الطيفلو ما تنديرو الطيفلو الا لكان السيلندر صافي ميت غتخدم بيه غادي تزاوطو ما عندك ما دير بيه، او تيديروه مثلا البيع او الشراير مماطر يكون باغي يبيع شي موطور او شي حاجه تيضرب لك داك الطيفلو واحد الشهر او 20 يوم على حساب السرعه اللي تمشي بها. هو تتركب ليه تيكون الموتور فاشل ملي تركب ليه دير ليه الطيفلو مع السواقم تيتجمع تولي السيلندر مزير. ولكن ملي تيمشي داك تيضعف السواقم تيضعف واحد المده تيضعف السيلندر واسع اصلا من الفوق تولي الموتور يرجع كما كان فاشل. تتحل تيبان لك السيلندر واسع من الفوق تمشي البيستون من التحت مصير ومن الفوق واسع، تما تبدل السيلندر. ما تنديروش طيفلو البيستون جديد او سواقم جداد، السواقم تيركبوا عاديين. من الاحسن هذا احسن الا كان عندك مثلا السواقم عيانين او بيستون شويه ناقص تتكمل هادو احسن من الطيفلو. بما تشري بيستون لان هادو العبار ديالهم مقاد، الطيفلو العبار ما مقادش تتبقى دير وهما اصلا تتعمر هنا مزيان مع الضغط ديال الموتور احتكاك الطيفلو تيتبريصا ملي تزيد تبريصا تيرجع عاوتاني داك اصلا السيلندر ديجا واسع هضرنا عليه من الفوق تيكون واسع ما خدامش. المهم هذا بالنسبه لي سولنا على السيلندر. نهضروا دابا اللي سولني على الموتور تيمشي ليه الصوت تيسخن تيتبدل ليه الصوت، الموتور متى تسخن تيتبدل ليه الصوت مناش هو راه عادي يتبدل ليه الصوت
تتكون مثلا باردة، تكون فيها الصوت شوية مرتفع شوية، تتولي فيها تتزيد تتسخن، تزيد شوية لافونس. ولكن في حاجة وحدة ما خصهاش تفشل، مثلا ما تبقاش تجري، تتسخن تتنقص. اما تتسخن تتبدل الصوت ديال الشاقة، ما تيبقى الصوت قاصح شوية كيما تيكون المرة الأولى. نوريكم المشاكل ديال هادوك بساط. اما الا كان تيسخن تيتبدل ليه الصوت و تيفشل، متيبقاش الموتور تيجري، غتكون اسباب بزاف ديال الاسباب. تكون اغلبيه من السيلندر واسع، كان السيلندر واسع البريسيون ما فيش، تيسخن تيفشل. اما المشكل اللي تبدل ليه الصوت تيكون جوج ديال الحوايج. الاولى الشاكمه ما خصهاش تكون مخنوقه، مثلا الشاكمه تكون مخنوقه متى ديمارها الصباح بارده تسمع الصويت فيها زوين، تزيد بها واحد المسافه تيبان لك الصوت ديالها تبدل ولا خفيف. هذيك تكون الشاكمه شويه مخنوقه، او الفم السيلندر شويه مخنوقه. الا كانوا الشاكمه مسرحين اسمع الصوت. كاين المشكل الثاني كان وقع لي انا نيت، كنت مركب هاد الشاكمه نيت اللي خدام بها حاليا واحد المده ديال الصيف. كنت محيد لهاد الفينتر هذا، الفينتر كنت محيد ليه الغلاقه هذه تتكون هنا على وداش. دابا البرد تتكون ديك الرونديلي هنايا، دابا البرد انا رديت ليه الرونديلي. علاش؟ لان الجو بارد، لان البرد اللي تيدخلو الموتور تيشمو ويدخلو باش يدخل مع ليسانس بارد، تيكون الموتور قوي، تسمى الموتور تيجري في البرد مسوفلي. علاش؟ لان البرد اللي تيدخل ليه بارد، ماشي بالعكس. الصيف تحس بالموتور تينقص. علاش؟ لان البرد اللي يدخل ليه سخون، والبرد اللي كان تيدخل الموتور سخون. وفي وقيته الصيف الموتور ماشي هو راه مزيان، تيبان انت راه ناقص، هو راه ماشي ناقص، راه الانفجار اللي تما تيكون الانفجار تيكون ناقص. علاش؟ لان البرد سخون، تيدخل ليه سخون عادية. المهم انا ملي حيدت هادي في الصيف الغلاقه عند الرونديله هادي اللي تكون الفوق، الموتور ولا تيتيري. خليته تقريبا الصيف كامل على وداش، لان الصيف كله غبره وكله تراب. ضربت بها واحد المده ديال 4 شهور هكاك تقريبا، خليتها. الموتور الشاقمه كانت عندي الصوت فيها مرتفع، الصوت هو ينقص، تيسخن الموتور تولي الصوت بحال سيلونس شويه. الشاقمه ولات عندي سيلونس، قلت انا واقيلا الشاقمه تخنقات. ولكن انا تنقول الشاقمه راه مزيانه ما مخنوقاش، لانها عارفه وقتاش راكبه وشحال ضاربه تقريبا ديال الكيلومترات، عارفه يعني. ما في ديك الفتره اللي مفكر فيها انا راه ما غاداش تخنق الشاقمه. فين مشيت للفينتر، الفينتر ديال اللير. تنجبد ملي ان الرونديلا ما كانش، لقيت هادشي كامل تراب كامل. المهم نيطويت هادشي هذا عادي، ما كاين حتى شي مشكل. نيطويتو عاود رجعت لها الرونديلا، كان الحل البرد. الموتور رجع ليه الصوت ديالو، ولا الشاقمه تنسمع فيها الدقه مجهده. هذا ملي تيجمع التراب تيخفف داك البرد اللي تيدخل الموتور، تيولي خفيف شويه، ما تيبقاش مجهد. هذا يتنيطويا مزيان، يتجبد كامل، ماشي تنيطوييه من هنايا لا تجبدو. راه ساهل باش تجبد هذا، راه تتبرك غير على هادو تدفعهم تيطلع. هادشي راه ماشي مع شي حاجه صعيبه، نحلو كاع. ضروري تبرك عليه، تتبرك عليه غير بهادو ترجعهم بحال هكايا تيتحل. حنا نشوفو معاه نحلو، غادي معاه تحلو ساهل ماشي. ومشي بغي مرة هذا يتنيطوايا. ها هو دابا تحل. هادي تتركب هي الاولى باش تشد هادو، تتبعها هاد الشبكة هادي، وتتبعها بونجا، وتتبعها الشبكة. المهم حتى هي نفس الطريقة تتبرك على هادو باش يطلعو هاد الحريفات هادو. المهم هاي الشبكة هنا وبونجا. ومن الأحسن تكون بونجا شوية غليظة، ما تكونش رقيقة ميتة، لأن تدخل التراب إلا كانت بحال هادي.
هادي راه ميتة شوية، اخرى أنا اللي مركب بونجا مزيانة. تتغسل هادشي هذا بالتيد والماء مزيان، هاد الشبكة هادي وهاد الشبكة هادي تاني اللي تحت منها الطريقة على نفسها، تتبرك غير على هاد، تبرك عليهم وتدفعها وتتخرج، وتغسل هادشي مزيان وهادو مزيان وتنشف هادشي هذا وتركبو. راه تيولي الموتور عندك الصوت، ترجع الصوت في الشاقمة ديال ما كانتش عندك الشاقمة مخنوقة. الا كانت مخنوقة راه واخا دير هادشي راه يبقى عندك نفس المشكل. هنا تيولي الموتور تيدخل ليه البرد مزيان. قلنا تتركب الشبكة، تتبع البونجا تركبها هنايا، هادي تدفعهم غير بحال هكا تيركبو. تجيب الثالثة حيت الخرجة ماشي بحال الدخلة، تجيب الثالثة تتركب هادي بحال هكا باش تدفع هادو هكا مزيان. هاهي صافي وتيرجع داكشي مزيان. المهم دوزو الموضوع الاخير هو البلاطو الاوريجينال. المهم هذا هو البلاطو الكروات الاوريجينال. المهم ركبناه مزيان ما فيه حتى مشكل، غير هاد البلاطو ضارب واحد المسافة عند مولا ديال الطريق. المهم قبل ما ندخلو لداك الموضوع ديالو، المهم هنايا سيدي بغينا نحيدو ليه الصدى من هاد البياسة اللي كاينة هنا، هاد المسمار اللي كاين هنا، ونحيدو ليه الصدى بالما القاطع. المهم درت ليه الماء القاطع سيك، حيد ليا الصدى، ولكن شنو دار ليا هنا خسر ليا اللون ديال البلاطو، مخلاش ليا البلاطو لون واحد كحل، ولا البلاطو رمادي. المهم غسلتو بان ليا داكشي رمادي، قلت ندمنا كاع تا حيدنا ليه داك الصدى بالما القاطع، كنا حكيناه كاع بلقى غير تحرش. بس حالش الماء القاطع يبدل ليه اللون ديالو. المهم شنو درت، صبغت عاوتاني هادشي شويه بيدي بالكحل، بصباغه كحله باش تغطي داك اللون، لان داك اللون ما عجبنيش، ولا بحال هاد البياسه هادي هنايا، يعني خصني كامل نغسلو بالماء القاطع باش يولي لون واحد. المهم هادشي المشكل باش اللي وقع هنايا. المهم بلاطو خدام، ها هو موتور عادي ضربت بيه الطريق، ما سيركيليش بيه. المهم نرجعوه بيكالا، ها هي الدور هادي عادية. عاد نهضرو على المشاكل. المهم بعض الناس تيكون عندهم بلاطو بحال هكا مزيان تيرجع بيكالا ما فيه حتى شي مشكل، ولكن هو تينوض يخسرو بيدو. شي مثلا دابا حنا درناه بيكالا باش ندفعوه، مثلا نمشيو بيه على خاطرنا ما تيكونش الموتور ثقيل، تيكون خفيف، تنبغيو نردوه موتور تنرجعوه بحال هكا. ولكن الخطأ اللي تيدير انهم تيبغي يبيدالي على البيدارة، تيبرك بجهدو كامل. من تيبرك بالجهد ديالو كامل، هادي تتلص تيدور البينيو تيلصق، داك الجهد اللي تيلصق فيه هادي مع المدة تتفافى، تيولي البلاطو تيخسر تتهرس دغيا. هي من الأحسن تردو موتور تتبرك عليها بحال هكا، تيشد بلاصتو غير بحال هكا، هي لصقات باش داك الضغط ديال البلاطو ما يتضربش مع البياسة ديال البينيو، ما يتضربش مع البياسة في نفس الوقت، يهرس مع دغيا واحد المدة يهرسها. المهم ديك الساعة تمشي عادي. بغيت ترجعو بيكالا عادي هبط صافي تتمشي، ولكن باش ترجعو موتور ماشي تبرك عليه، تدفعو غير بشوية غير بحال هكا صافي، راه موتور دابا. المهم هاد البلاطو هذا عندك اسيدي، هاد البلاطو هذا ضارب عند مولاه الطريق بزاف، لانه بون اوكازيون كان مدقدق من اللور، ما من اللي شاف الفيديو ديالو راه يعرفو. المهم انا صلحتو. هنا البلاطو غارق شويه، هنا البلاطو غرق، كروه غرقت شي شويه، لان البلاطو هذا مازال يمشي، ولكن غرقت الكروه هنا، لان الكروه دارت فيه بزاف هنا عند مولا ضربات، يعني ضرب الطريق بزاف، والبلاطو مخصوصش تغرق فيه الكروه بزاف، هذا مازال يتحرك شويه، ولكن الكروه مخصهاش تكون غارقه. الا كانت الكروه غارقه تيكون التسارع فيه الموتور قليله، التسارع باش يمشي لك 20 30 تيطلع ثقيله. ولا كانت الكروه مقاده مع البلاطو تكون التسارع في الموتور مزيان. هذا هنايا ما خصهاش تكون، هذا يزيد يغرق. دابا هذا غادي نتمشى به غادي تغرق الكروه، لانه ديجا الكروه دارت هنا بواحد المده طويله. علاش؟ لان بلاطو اوريجينال ماشي بحال البلاطوات الاخرين، البلاستيك ديالو الخدمه اللي دايرين ليه ماشي بحال الخدمه ديال تونس او خدمه ديك اللي خديت مؤخرا موتيكو او
بزاف ديال الألوان. أوريجينال تتبقى عندها القيمة ديالها أنها تكون مصنوع مزيان. ضرب واحد المدة طويلة، دارت الكروة فيه بزاف. المهم أنا ملي ركبتو هنا جاني، مشيت بيه، تيمشي عادي مكاين حتى مشكل، تيركب تنرجعوه بشكليط، هداك الشي مكاين فيه مشكل. هو ماشي مشكل، ولكن مازال يضرب واحد المدة وصافي، لأن الكروة مخصهاش تكون غارقة. هادي المشكل مخصهاش تكون فيه. البلاطو إلا كانت الكروة غرقت هنا صافي، غير حيد البلاطو متيبقاش خدام. الكروة تكون ديما طالعة شوية الفوق، تكون مقادة مع البلاطو، ما تكونش غارقة وصافي، وما تكونش طالعة. إلا كانت طالعة عاوتاني الكروة بزاف، أنا نهضرو إلا كانت الكروة طالعة بزاف. كانت الكروة طالعة بزاف هنايا تيكون عندك التسارع بالزربة، ولكن السرعة الماكسي ما تيزيدش فيها. علاش؟ لأن الرسول طلع، لأن أصلا ديجا الكروة طالعة جارة مع الرسول، الكروة هابطة مهبطة مع الرسول، هادي راه باينة. كل ما الرسول هبط شوية كل ما تيكون الموتور فيه السرعة الماكسي مزيان، ولكن ما يهبطش بزاف لأن التسارع يكون فيه قليلة، ولكن تبقى تسنى السرعة الماكسي وقاش تطلع الرسول باش يطلع مزيان. كانت الكروة طالعة تيكون الموتور التسارع فيه مزيان، ولكن السرعة الماكسي ناقصة. المهم الخوت، تبارك الله عليكم والسلام عليكم.